السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مسج جات لي، هي بتتكرر كتير قوي يعني بأشكال مختلفة بس تحمل نفس المعنى اللي هو ايه. الأم بتقول لي أنا عايزة بنتي يبقى عندها سمع وطاعة، أنا عايزاها ما تجادلنيش، ما يبقاش فيه ندية، ما يبقاش كده احنا دايما شغالين مناقشات ملهاش آخر. أنا عايزة بنتي تسمعني وتطيعني وخلاص، علشان هو ده الأساس في العلاقة ما بيننا. فأنا بقول يعني لو احنا قعدنا نقول ان مفيش نقاش يبقى احنا معناها ان في نوع من انواع السيطرة. فخلينا نبص كده على المواضيع من فوق. انا بحب دايما ايه يعني اقول إيه، نبص على المواضيع من فوق ونشوف الجذور او الروت كوز. فخلينا نشوف كده لو في من ناحيتنا احنا كأمهات في سيطرة طول الوقت، ما ده فعل اكيد هيقابله رد فعل اللي هو هيبقى غالبا المقاومة. فلما يبقى في مدة طويلة قوي من السيطرة والمقاومة طول الوقت، أحد الطرفين هينهار، يا إما السيطرة هتنهار يا إما المقاومة هتنهار. فالسيطرة لو انهارت يبقى الأم هتبص لنفسها وتقول إيه؟ طب أنا كده لا هعرف أربي ولا هعرف أقول أوردر ولا هعرف أقول تعليمات ولا هعرف أسيطر على البيت ده خالص. وفي نفس الوقت لو مقاومة البنت انهارت، معناها ايه؟ معناها هتنسحب خالص، مش عايزة حتى تبقى جزء من اي احاديث تدور في هذا المنزل. فالحرب دي او الاطراف دي الكسبان فيها خسران زي ما بنقول. في مثل كده بيقول ايه؟ كل حاجة بالخناق الا الجواز بالاتفاق. انا مش موافقة على المثل ده اصلا. هو ما ينفعش ان يبقى فيه اي حاجة بالخناق اساسا. مفيش حاجة اسمها فرض رأي وإجبار بالقوة. هتقولوا لي أحيانا بنلجأ لده، صح احنا أحيانا، بس حتى لما بنلجأ لفرض الرأي لازم يبقى بهدوء. طب أنا ليه بقول إن مفيش حاجة اسمها خناق وأنا واثقة في نفسي قوي كده وتملأني الثقة الشديدة؟ أنا جايبة الكلام ده من الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول كان كل الكلام اللي بيقوله سواء لولاده أو لأحفاده أو للصحابة كان بيقول إيه؟ كان يا إما بيبقى باللين، الرفق، أو الحكمة والموعظة الحسنة، أو التلاتة يعني مع بعض. فاللي أنا بقوله إيه؟ اللي أنا بقوله إن زمان كنا لما بنقول إنه مامتي بتبرق لي وتبص لي أقوم أنا فاهمة وأقوم أنا إيه منسحبة على طول وبتاع الكلام ده. يعني ربوا أولادكم لزمان غير زمانكم. الكلام ده ما ينفعش دلوقتي. خلينا نبص. انا مش بشجع طبعا لا النديه ولا بشجع ان يبقى في عقوق ابدا ابدا، وانتوا عارفين الكلام ده كويس قوي. ولكن اللي انا بقوله ان احنا هذا الزمن زمن فتن صعب. لو احنا ربينا بالقهر او بانه هو الاوردر يتقال والبنت عليها السمع والطاعه وخلاص من غير مناقشه، يبقى احنا كده بنربي روبوت. لكن احنا محتاجين ايه؟ محتاجين نربي بني ادم، علشان البني ادم دي هتكبر وهتشتغل او هتتجوز، هتخلف، ايا مكان اللي هتعمله يعني في حياتها. محتاجه ان هي تبقى شخصيه قويه، شخصيه غير منقاده، شخصيه رايها من دماغها. فعلشان نربي ده ما احنا لازم نبدا من بدري شويه. فهتقولوا لي الجدال صعب واحنا يعني ما نقدرش على فكره النديه. هقول لكم حاجه مهمه جدا، ان الدراسات اثبتت ان الجدال، الطفل اللي بيجادل ده طفل ذكي وبيبقى ناجح في حياته بعد كده، لانه اللي بيجادل ده بيشوف الموضوع من اكتر من وجهة نظر، من اكتر من ناحية، فبيبتدي يبقى عنده حجة قوية ومنطق واقناع. فعشان كده الجدال حاجة صحية مش حاجة وحشة اطلاقا. احنا بس اللي محتاجين طولة بال قوي، ومحتاجين نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، اللين والرفق والحكمة والبال الطويل اللي قوي 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 قوي.